المطربة أمل خليفة مطربة شابة وعايز أنسب اكتشافها للدكتورة منال عفيفي أستاذة الموسيقى وعازفة القانون الأولى هنا موجودة أعتقد في القاعة. ولا هتديكي تكريم برضه. زي عليك عيب عليك. مساء الخير، مساء الثقافة والشعر والأدب والفنون. أنا النهاردة أصريت إن أنا أدعم الصديق والزميل وعشرة العمر رئيس المهرجان فتحي الحصري اللي قدمت معاه أجمل برامجي في الART، وإن أنا أكون معاه وأدعمه في مهرجان بيهتم بالثقافة والفن في ظل الترند والسعي وراء الترند والمكاسب في المهرجانات. هو بيصر انه يقدم مهرجان محترم يهتم بالقصة والشعر والفنانين اللي بجد بيبدعوا وليهم قيمة وقامة. فعشان كده النهاردة أنا بدعم 11 سنة للمهرجان، وجيت النهاردة في المكان العظيم متحف الحضارات اللي بنفخر بيه كلنا كمصريين، واللي قدر فتحي ان هو يجمع فيه كل الوطن العربي من السعودية والجزائر والأردن وسوريا وكل البلاد العربية اللي موجودة النهاردة. مش عايزة أنسى حد. برحب بيكم وأهلا بيكم في حضن التاريخ، ونحيي رئيس المهرجان على المسرح يقول كلمته.
مساء الخير عليكم جميعا، منورين. انا في الغالب تملي ما بحضرش ورقه وبقول اي حاجه، بطلع ادش كده اي حاجه، بس اكتشفت النهارده ان انا بقيت على مشارف زهايمر، ابقى بقول حاجه وبعد شويه اقول اعمل دماغ على كده وافتكر انا قلت ايه. فقررت لاول مره ان انا اكتب ورقه واقول وربنا يستر بقى ما تكونش هي الورقه اللي كنت نسيتها وكنت ورقه غيرها ولا حاجه وحشه قوي الواحد يقرا من ورقه. الساده الحضور والسيدات، مرحبا بكم في دورتنا 11 لمهرجانكم، مهرجان همسة للآداب والفنون. هذا المهرجان الذي ولد متفردا بين أقرانه من المهرجانات الأخرى، فهو الوحيد الذي يجمع بين الثقافة والفنون كافة. هو المهرجان الذي أخذ على عاتقه البحث عن المهمشين من أرباب الشعر والكتابة بكل أشكالها وإبرازهم والكشف عن مواهبهم. هو المهرجان الوحيد الذي يعتمد على لجنة تحكيم نزيهة عالية المستوى ويحترم اختيارات أعضائها. هو المهرجان الذي يعتمد على تصويت جماهيري صادق ليس به أي تلاعب ولا تحكمه أي أهواء شخصية. هو المهرجان الذي لا يبحث عن طابور من النجوم من أجل دعاية دون النظر لمستوى ما يقدمونه. فكل من هو متواجد هنا تم اختياره لأنه قدم ما يستحق عليه التكريم. وأود هنا أن أكرر جملتي الشهيرة: نحن لم نأتي بكم لنكرمكم، ولكن أتينا بكم لنكرم أنفسنا بوجودكم. فشكرا لكل من شرفني بالحضور، شكرا لكل النجوم في الشعر والأدب والفن، فأنتم ركائز الأمة، أنتم ركائز الأمة التي تحميها من الجهل وتحميها من السيطرة على العقول. فنحن الآن رجعت للارتجال تاني اهو. فنحن الآن نمر بفترة حرجة جدا، حرجة يتم فيها محو عقول الأمة. فإذا أردت أن تستعمر أمة انشر الجهل بها، وللأسف نحن نعيش سنوات الجهل، التيك توك وأشباهه. ارقصي فتأخذين نقودا، لا تتعلمي. غني على صوت مغني وافتحي هذا تأخذين نقودا، لا داعي أن تتعلمي. هذا هو الذي يتم نشره بين الأمة ليتم تجهيلها. هذا هو الاستعمار الجديد، فاحذروه احذروه احذروه. حافظوا على مكتسباتكم العلمية والثقافية والفنية. وفي النهاية أود أن أشكر كل كتيبة العمل معي الذين تعبوا بجد حتى يخرج هذا المكان، هذا المهرجان في أبهى صورة. شكرا لكم من القلب، وأكرر لكم تحيتكم كلكم. يعني احنا في متحف الحضارات، وطالما احنا في متحف الحضارات اكيد رئيس شرف المهرجان حد يليق بالحضاره والتاريخ. دعونا ننير مسرحنا اليوم ونزينه بإيزيس. إيزيس أهم مسيرة فنية في تاريخ المسرح. إيزيس اللي علمتنا فن التمثيل الراقي. إيزيس هي العشق، هي القيمة والقامة، هي سماسل في الدراما التلفزيونية. حيوا معايا إيزيس الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.
مساء الخير، منورين ومشرفين مكانكم. وأنا كمان شرفت جدا بهذه الدورة لأنها بتحمل اسمي، والحقيقة أنا سعيدة جدا ومحظوظة جدا لأنه أنا موجودة في مكاني. معرض الحضارة مكاني، قلب الوطن وجذور الوطن بتنبع من الحضارة الفرعونية القديمة. وكمان إيزيس اللي آخر أعمالي تقريبا على المسرح. فلما أكون موجودة النهاردة في مهرجان همسة، اسم جميل وهامس، يا ريت نقدر نهمس دايما بالثقافة، بالفن، بالجمال، بالتعاون، بالكبرياء. الفن ده كبرياء، الفن ده كرامة، الفن ده شيء عظيم جدا، وخصوصا لما يكون نابع من مثقف عنده وجهة نظر، بيحب بلده، بيحب نفسه، بيحب ان هو يبقى قيمة وقامة. كل ما كنت جوه قوي 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 خصوصية بلدك، خصوصية البلد، قلب الوطن، تصبح أنت قلبه، متفرجا كنت أو فنانا أو مهندسا أو طبيبا أو مدرسا. كل ده بينبع من الجذور ومن الوطن والمواطنة، وبدايتها العلم، الثقافة، المعرفة. أنا فرحانة قوي إن أنا في مهرجان همسة اللي بيحمل كل هذه المعاني، أكون فعلا في استقبالكم. مش بقول لكم أهلا وسهلا، انتوا في بيتكم طبعا. كل القامة اللي جم من البلاد العربية وجم عبر مسافات عشان يقرب المسافة ويجي النهارده ويحضر معانا، أنا بشكره وبحييه وبقول له إن أنا كان لازم أكون موجودة، بستقبلك في المطار وبستقبلك على الطريق، لكن اعتبرني إن أنا عملت كل ده بإني جيت لك النهارده علشان أقول أهلا بيكم، أهلا بيكم، أهلا بيكم. جمال قوي، وقاعة دافئة مليئة بالحب. وانا مش عايزه اسيب الميكروفون، بس لازم اسيبه لزملائي الحقيقه، لان الواحد الفنان اول ما بيلاقي ميكروفون ما بيصدق، بيقول بقى هو على المسرح ما فيش، هو انا سيده الموقف، سيده الموقف، اقول بقى حتى الصباح. ولكن علشان ما اخدش وقتكم وعلشان استمتع بالمثقفين اللي فعلا بينوروا مجتمعهم وبينوروا امتنا العربيه، استمتع بيهم واشوفهم واتلامس معاهم واهمس دايما في اذن كل واحد فيهم، واقول له اذا كنت بتحب نفسك حب الفن وحب الثقافه وكن فنانا وكن مثقفا. وشكرا. إزيس والدرع بتاعنا برضو إزيس اهو. تحية كبيرة لإيزيس الفنانة الكبيرة سوير المرشدي، رئيس شرف المهرجان، تتويج وتكريم لمشوارها الفني الطويل في المسرح والسينما والتلفزيون. هو يا محمود اللي يخش الشباب هو 011. ألف مبروك. هتكرمي بقى معانا الاسم. 4 5 9
النهارده تكريم لنجوم رحلوا عنا، ولكن أعمالهم جوه قلوبنا من زمن الفن الجميل. 100 سنة عدوا عليه ولسه كل كلامه وإفهاته ومشاهده محفورة في قلوبنا، ما بنقدرش ننساها. نجوم من زمن الفن الجميل ما نقدرش نصنفهم ونقول ده إيه ولا بي ولا سي. كل واحد في مكانه، كل واحد بيقدم الفن الراقي. عملوا الأساس اللي بنوا عليه الفن المصري، اللي خلى البلاد العربية كلها عشقت الفن من خلال أدوارهم. النهاردة بنحتفل بمئوية فنان، أحلى من الشرف مفيش. يا العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل توفيق الدقني، ويتسلم الجائزة المستشار ماضي توفيق الدقني. تحية لمئوية الفنان الكبير اللي عايش في قلوبنا برغم مرور 100 سنة، توفيق الدقني. مساء الخير. طبعا أنا بشكر رئيس المهرجان الأستاذ فتحي والقائمين والسادة الحضور. الحقيقة كان عندنا مشكلة مع كثير من المهرجانات في الفترة الأخيرة اللي رفعت شعار لا لتكريم الراحلين، وللأسف هي من جهات رسمية. كان عندنا مشكلة معاها في الجمعية، لكن احنا يعني الحمد لله المهرجان ده يعني عوضنا كثيرا عن اللي حصل في الفترة الأخيرة. أنا بشكركم جدا وبشكر المهرجان، وإحنا بنعتبر تكريم فنان واحد ورمز كبير أيا كان اسمه هو رمز لكل الفنانين والعظماء والرموز الفنية. شكرا جزيلا. وما زلنا في محراب الفن الجميل وزمن الفن الجميل، ومن إبداع إلى إبداع. الفنان فاروق يوسف، وتتسلم الجائزة منال وإيمي فاروق يوسف. ولسه مكملين، وطبعا هنخرج من اللي رحلوا وهنعيش مع تكريمات المبدعين. وبما اننا في قلب الحضاره وفي مهرجان بيهتم بالقيمه والقامه، يبقى اكيد الحنجره الذهبيه 30 سنه مشوار من العطاء، اغاني عايشه في وجداننا، أغاني عاطفية وأغاني وطنية وأغاني رومانسية وتترات مسلسلات ما بننساهاش. قيمة في فنه، كاريزما فنية كبيرة، جينات صوته بتنطلق من حنجرته الذهبية. حيوا معايا صوت النيل المبدع علي الحجار.
بس انا ما رضيتش اقول 50، حبيت اصغره فقلت 30، ف50 هو حر بقى. هو بيعرف يغني بس ما بيعرفش يتكلم، واحنا ربنا يخلي لنا الحنجره الذهبيه ديت وصوت النيل الجميل. علي الحجار. اعرف تراثك. 60 عمل وثائقي عن الحضاره، 60 عمل وثائقي جمعوا بين نجوم الفن، غير طبعا اعمال السينما الأراجوز وايوب العايشين في وجداننا. قدم العديد والعديد من الأعمال الناجحة، وفي انتظار منه عمل مهم جدا لتاريخ مصر. حيوا معايا المبدع هاني لاشين. برضو بتصور بس بيغني بس. يعني مساء الخير لمهرجان أمسة. ممكن تقولوا يا جماعه؟ وللأستاذ الكاتب الصحفي فتحي الحصري كل الاحترام والتقدير، ولكم وللمكرمين والفنان مصر كل الحب. شكرا. تكريم ضيوفنا من المنطقة العربية ومن الجزائر الشاعر محمد بن زخرفة. الشاعرة أمنة المياح، وتتسلمها الشاعرة آسيا يوسف. الشاعرة أمان الله الغربي من تونس. تحية لتونس وشعب تونس، وتحية للجزائر والعراق والمغرب وكل ضيوفنا العرب اللي منورين النهارده. الشاعرة أمان الله من تونس. تحية. والشاعرة الدكتورة هويدا نصيف مدير مكتب لندن. تتفضل. الدكتورة هويدا نصيف نائب رئيس المهرجان ومدير مكتب لندن. مبروك
اتفضلوا. لجنة تحكيم الشعر والأدب، الشاعر الدكتور جليل البيضاني من العراق. الشاعرة هبة الفقي من مصر. الشاعر محمد عبد الهادي. الشاعرة شريفة السيد. الشاعر وليد المليجي. الكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري. الكاتب محمد هجرس من مصر. أنا بقول الأسماء علشان اللي بعيد يجهز يعني. الكاتب محمد هجرس من مصر. الكاتبة وفاء العمدة من مصر. الكاتب والشاعر عبد الباري الملكي من العراق، ويتسلمها الدكتور جليل البيضاني. الكاتبة دكتورة نانسي إبراهيم من مصر. صورة تذكارية لجنة التحكيم. شكرا لضيوفنا العرب ولجنة تحكيم الشعراء. والآن مع النقاد ولجنة التحكيم الدراما، الفنان الكبير طارق الدسوقي، المخرج الكبير إبراهيم فخر وهو خارج البلاد، وبيبعت تحية ليكم وكل الفائزين في اللجنة. الفنانة الجميلة المتألقة ميرنا وليد، المخرج الأردني سامر خضر، المؤلف والسيناريست وليد يوسف، المؤلف والسيناريست الكبير وليد يوسف، المخرج علاء محجوب، والإعلامي سمير فقيه. تحية للفنان الكبير طارق الدسوقي. وصل؟ يا ريت اللجنة بقى تبقى معانا في التكريم. صورة تذكارية لجنة تحكيم الدراما.
جوائز طيب. هيكونوا معانا في التكريم ولا هيكملوا معانا في التكريمات؟ بس ممكن ناخد الدرع هنا في الكواليس. برغم انها كان نفسها جدا انها تكون معاكم النهارده، ولكن هي بتصور الدنيا في اسكندريه، وبلغتني انا شخصيا، قالت لي انا عارفه اللي ما بيجيش ما بيقولوش اسمه، بس ارجوكي قولي ان قد ايه انا سعيده ومبسوطه بالجائزه ديت، لان الجائزه ديت بالنسبه لي حاجه مهمه. وقولي لكل اللي موجودين ولجنه التحكيم متشكره جدا. وهي فعلا بتصور دلوقتي الدنيا، عطر الدراما، وجه مصر المنحوت بشمس مصر الجميله وجمال الفراعنه المبدعه سوسن بدر. والفنانه سوسن بدر جائزه الابداع عن دورها في مسلسل جميله. مدام سهير ممكن تستلم الجايزة بدل سوسن بدر، وانتوا أصدقاء فالجايزة. وأستاذ طارق دسوقي جه متأخر فهيقول كلمة بقى. باسمك اللهم أبدأ وعليك أتوكل ومنك أستمد العزم والقوة على مواصلة السير اتجاه الأفضل والأحسن، إنك سبحانك وتعالى نعم المولى ونعم النصير. اسمحوا لي أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجودي مع حضراتكم، وبقدم خالص شكري وتقديري وامتناني وتهنئتي لكل القائمين على هذا المهرجان، وعلى رأسهم طبعا الكاتب الصحفي رئيس المهرجان الأستاذ فتحي الحصري، اللي هم بذلوا جهد غير طبيعي ويعني سبحوا ضد التيار وتغلبوا على كثير من المشاكل والعقبات في سبيل إخراج هذه الدورة بصورة مشرفة وناجحة كما كان الدورات السابقة، وبالتالي أكبر دليل على النجاح والاستمرار، وإن دي الدورة ال11. تاني حاجة اختيار متحف الحضارة بالتحديد عشان يبقى يكون مقر الدورة ال11 لمهرجان همسة الدولي، ده كان مقصود تماما، وبنبعت بيه رسالة هامة نقول بيها إنه أصل الفنون وأولها مصري. أول بلد في الدنيا عرفت المسرح، أول بلد في الدنيا عرفت صناعة السينما، عرفت الآلات الموسيقية والغنى، الكتابة، الرسم، الألوان، الهندسة المعمارية، كل ما له علاقة بالابتكار والاختراع والإبداع أوله وأساسه مصري. وبسبب هذا الإرث الفني والإبداعي اللي بتمتلكه مصر واللي ممتد الآلاف السنين، قدرت مصر تحافظ على هويتها لغاية النهاردة، رغم أنها تعرضت لكل أشكال الاحتلال والاستعمار، من أول الهكسوس أيام أحمس مرورا بكثير من الاحتلال والاستعمار اللي قعد عندنا 50 سنة و80 سنة و100 سنة، وكان بيحمل كالتشر مختلفة ولانجوج مختلفة، ومع ذلك ما قدرش يطمس ولا يمحي الهوية المصرية بكل ما تحمله هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد ولغة. وإن شاء الله هنكمل بقوانا الناعمة، هنقدر إن احنا نحافظ على هوية هذه البلد إن شاء الله إن شاء الله، وهتفضل محفوظة إلى الأبد على كتاف كل الفنانين والمبدعين الشرفاء والمخلصين. أخيرا بقدم خالص شكري وتقديري أعضاء لجنة التحكيم اللي زميلتهم وشاركتهم السنة دي وشرفت بوجودهم معايا، واللي لقوا صعوبة كبيرة الحقيقة في الاختيارات لتعدد الأعمال الناجحة اللي اتقدمت السنة دي، لكن حرصنا إن كل التقدير والجوائز تبقى رايحة للأعمال اللي بتحمل هدف وبتحمل مضمون وبتعبر عن هويتنا بكل ما تحمله هذه الهوية من عادات وقيم وتقاليد ولغة. خالص تهنئتي للنجمة والفنانة الكبيرة والقديرة ضيف شرف هذه الدورة أستاذة سهير المرشدي،
حقيقة أيضا اختيار مقصود تماما، لأنه طوال تاريخها الفني نادرا أو يمكن استحالة إن احنا نلاقي لا عمل تافه أو هايف أو سطحي أو مبتذل، وإنما كل أعمالها تختارها بعناية شديدة جدا سواء للسينما أو المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة. مرة تانية بنشكر وجودها ونتمنى لها الصحة والعافية ودوام الأعمال الناجحة الجميلة اللي بتشرفنا بيها. خالص شكري لحضراتكم على حضوركم، واتمنى ان شاء الله تقضوا معنا وقتا طيبا وممتعا مع فعاليات الدوره ال11 من مهرجان همسه الدولي. جائزة التميز نقاد للفنان محمد التاجي، مسلسل الأزهر. الفنان جلال العشري، الأزهر، جائزة الريادة والتميز. جائزة أحسن سيناريو وحوار، الكاتب محمد سليمان عبد المالك، مذكرات زوج. المخرج تامر نادي يتسلم الجائزة. جائزة أحسن تصوير، جائزة أحسن تصوير تيمور عن رسالة الإمام. جائزة أحسن تصوير تيمور رسالة الإمام. جائزة أحسن إخراج دراما اجتماعية تامر نادي، مذكرات زوج. مذكرات زوج، جائزة أحسن إخراج دراما اجتماعية، جائزة النقاد. جائزة أحسن إخراج دراما كوميدي خالد الحلفاوي، مسلسل كامل العدد. لو فتحنا الصندوق هنلاقي إبداع بروح نجوم زمن الفن الجميل سحرتنا السنة دي بدور مميز وجديد، الفنانة المبدعة سماح أنور.
مساء الخير. متشكرة جدا على تشريفي بالتكريم والجائزة. متشكرة جدا ان انا موجودة في وسطكم. اشكركم. تحية للمبدعة سماح أنور. جائزة أفضل ممثل شاب أحمد عبد الحميد تحت الوصاية. وتحية لكل صناع تحت الوصاية لإبداعهم السنة دي العمل المتكامل، تمثيل وإخراج وموضوع. فألف مبروك لكل المبدعين في تحت الوصاية. تحية للفنان الشاب أحمد عبد الحميد. واللي أبهرنا كلنا عمر الشريف تحت الوصاية. وبنتمنى له مستقبل كبير زي الفنان العالمي عمر الشريف. تحية للطفل المعجزة عمر الشريف. جائزة أفضل ممثلة شابة فاتن سعيد رسالة الإمام. رسالة الإمام أفضل ممثلة شابة فاتن سعيد. جائزة أفضل ممثلة شابة جمهور زينب العبد حضرة العمدة وجاد سليمة. الفنانة مونيكا هاني عن رسالة الإمام أفضل ممثلة شابة. جائزة أحسن ممثلة مسرحية شابة وبنت الوز عوام إيمي طلعت زكريا. جائزة النقاد لصاروخ القادم نانسي صلاح عن مسلسل ستهم. جائزة أحسن ممثل دور تاني المبدع محمد عبد الحافظ عن مسلسل ستهم. تحية لإبداع الفنان محمد عبد الحافظ لمسلسل ستهم. الفنان حمزة العيلي عن مسلسل رسالة الإمام، ويتسلمها شقيقه لتواجده في البلاتو. شكرا. قالوا عنها
قالوا عنها إنها المادة الخام للستات، لكن أنا بقول عنها هي المادة الخام للأدوار المركبة والأدوار الصعبة. قدرت إنها تطير إبليس من مكانه وتقدم أقوى أدوار الشر. نرمين عبد الحميد اللي بتفاجئك وتدهشك، اللي قدمت دور مختلف عن كل الأدوار اللي قدمتها. جائزة الدور الثاني نقاد عبير صبري، مسلسل جميلة. تعالي قولي كده. ميرسي لكل الناس وازيكم، مبروك عليكم، وانا فرحانه لنفسي وفرحانه لكم كلكم، واكيد انا فخوره ان انا اتكرم يعني بكلمه حلوه بس في دوره تكون ضيفه الشرف فيها سماسم. بحبك قوي وحاجه مبهجه قوي ان انا ابقى موجوده في لحظه زمنيه ومكانيه معاكي ومع كل المبدعين دول، ومبروك وشكرا جزيلا. ميرسي. جائزة أفضل برنامج رياضي الأهلي خط أحمر، أحمد أسامة ومحمد فارس. جائزة أحسن لاعب كرة الكابتن حسين الشحات، ويتسلمها محمود الشحات لوجود حسين في معسكر الفريق. حابب اشكر مهرجان أمسا السنه دي على اختياري احسن لاعب السنه دي في مصر، وكنت اتمنى ان انا اكون موجود في الحفله بس ظروف المعسكر، وان شاء الله عقبال السنين الجايه باذن الله اكون احسن لاعب واكون متواجد ان شاء الله. أبدع السنة دي في الموسيقى التصويرية في عملين، العميل 101 وجعفر العمدة، وجاءت جائزة النقاد أفضل موسيقى تصويرية خالد حماد عن جعفر العمدة. أبدع السنة دي بتتر ستهم بصوته القوي وحضوره الجميل، وزي ما أسعدنا في المسلسل أسعدنا كمان امبارح بحفل قوية جدا في القلعة كان فيها عدد كبير من محبيه. تحية لأفضل مطرب تتر شيخ المنشدين ياسين التهامي. بص على جائزة أحسن أزياء، والجائزة اختلف عليها النقاد، ولكن في النهاية
الجايزة راحت ل2: ريم العدل عن مسلسل تحت الوصاية، ودكتورة سامية عبد العزيز عن مسلسل رسالة الإمام. أي حد بالعمل هيستلم جوائز المبدعين ريم العدل وسامية عبد العزيز. مدام سامية موجودة يبقى ريم العدل. وجائزة خاصة للمصمم الأزياء المبدع محمود غالي. والآن نصل لجائزتين في انتظارهم: أحسن ممثلة وأحسن ممثل. أطلق عليها الجمهور وحش الشاشة. استطاعت أن تثبت أن الاختيار الجيد والتفاني والإخلاص في العمل هو تأشيرة المرور والتربع على قلوب الجمهور، واستطاعت من خلال مشوارها الفني أن تصنع اسمها بذكاء في قلب وعقل المشاهد. سخية في أعمالها وسرها باتع في نجاحها. انتصار الموهبة وهذا الشبل من ذاك الأسد. تحية للإبداع. أحسن ممثلة حنان مطاوع. تحية لإيزيس وسخية. الفن الراقي وتواصل الأجيال للقيمة والقامة والفن الراقي. ممكن تقولوا الكلمة هنا حنان وهنا في المايك عشان حد يديها المايك. طيب مساء الخير. أنا متشكرة جدا جدا للدعم الدائم اللي أنا بحس بيه من حضراتكم. متشكرة لكل كلمة علمتني وفهمتني. بشكر همسة وبشكر المهرجان ده لأنه دي المرة الكامل، مش عايزة أعد. يا رب دايما أبقى مميزة. بس ليا شرف كبير قوي 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 إن الدورة دي باسم مامتي، وهي الحقيقة مش بس ممثلة رائعة وأستاذة قديرة، هي سند قلبي وروحي وأهم أو من أهم نعم ربنا ليا. فمتشكرة إن أنا مع حضراتكم ومع كل النجوم، ويا رب دايما مبدعين، ويا رب دايما مصر مصدر إلهام كل المبدعين. شكرا. استطاع أن يصنع لنفسه مدرسة خاصة، مدرسة العمق في الأداء والبساطة في توصيل المشاعر. حفر اسمه
بين الكبار فأصبح من الكبار. جائزة أحسن ممثل محمد ممدوح. عايزين كلمة من تايسون بقى. تحية كبيرة لأحسن ممثل الفنان المبدع محمد ممدوح. مساء الخير، شكرا، مبسوط جدا ومتشرف بكل حاجه وشكرا للاستاذ فتحي وليك جميعا. شكرا. قبل ما نكمل بقى جوائز الشهر، صورة جماعية لنجوم الدراما والنجوم اللي اتكرموا النهارده. اتفضلوا معايا: عبير صبري، علي الحجار، طبعا الشيخ تهامي، كل المبدعين، هاني لاشي. انا مش عايزه انسى خالد حماد. اتفضلوا صورة تذكارية. وهنكمل ولسه هنكمل مع بعض ومكملين. يا ريت ما نمشيش عشان عندنا جوائز مهمه طبعا للنجوم الشباب المبدعه. عمر الشريف القمر فين؟ المبدعين كلهم نجوم الدراما. احنا بنشكركم على بنشكر نجوم الدراما على تعبهم وانهم بيشتغلوا في وقت ضيق وبيدونا من وقتهم وصحتهم وقت الصيام وفي رمضان عشان يقدموا لنا اعمال جميله. هيك دلوقتي عمرو انت مش جايبهم طبعا كلهم. بس مبروك لصناع الدراما، مبروك لإبداعهم. احنا الحفلة مكملة حبيبة قلبي، لسه مكملين وتكريمات. طبعا معانا الشعراء اللي المهرجان النهارده اساسه الشعر والادب، وان احنا جايين. انا بتمنى من الصحفيين ان اللقاءات والتصوير بعد تكريم المبدعين وضيوفنا اللي جايين من بره علشان نحتفل بيهم ونحتفل بالثقافة والفنون. تكريمات خاصة أسرة الحياة الأدبية والعلمية في كل المجالات. الكاتبة والإعلامية ناهد الأغا من سوريا، جائزة التميز. الفنانين في أماكنهم والتصوير إن شاء الله بعد الحفل علشان ضيوفنا اللي مشرفينا عايزين نحتفل بيهم زي ما احتفلنا بنجوم الدراما. التصوير السادة المصورين إن شاء الله التصوير على الريد كاربت بعد الحفل. شكرا لالتزامكم بالأماكن. والآن الكاتبة والإعلامية ناهد الأغا من سوريا، جائزة التميز.
الكاتبة في الشأن الثقافي بالمملكة العربية السعودية، الكاتبة والإعلامية ناهد الأغا من سوريا. مساء الخير، مساء السعادة، مساء الأنوار. سعيدة جدا. ممكن أحكي كلمة وتسمعوني لو سمحتوا؟ في شوية. طيب، شكرا لمصر، شكرا لأرض الكنانة اللي احتوت الجميع، شكرا لبوسي اللي دايما نجمتنا في كل مكان وننتظرها كمان في كل مناسبة. شكرا للجميع وشكرا لهذا التكريم الجميل ولرئيس مهرجان همسة. نور على نور ومساؤكم حلو من نور، نور على نور ومساؤكم حلو من نور، يعزف على وتر مغنى مكحل العينين مثنى، ولطيب لقياكم يتمنى. شكرا مهرجان همسة. شكرا للإعلامية ناهد الأغا. بطلب من السادة المصورين التصوير بعد الحفلة علشان لسه عندنا المبدعين وعايزين نوري للوطن العربي كله قد ايه مصر بتحتفل وبتحتفي بضيوفها الكرام اللي موجودين. لجنة التحكيم الأستاذ وليد يوسف يا ريت في مكانك، المخرج المبدع يا ريت في مكانه. طبعا بتمنى ان كل واحد يلتزم مكانه علشان نكمل التكريمات. دكتورة إيمان سليمان العبرة، جائزة الريادة العلمية للتثقيف العلاجي بالمملكة العربية السعودية. دكتورة إيمان العبرة من السعودية. أسعد الله مساءكم بكل خير الإخوة والأخوات جميعا ووسائل الإعلام كافة. يسعدني اليوم أن أكرم في مصر أرض الكنانة كطبيبة استشارية تميزت في لله الحمد جراحة القلب العلاجية والتجميلية بطرق حديثة، وكشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أشكر مهرجان همسة للآداب والعلوم والتكريم والجائزة، وشكرا لرئيس المهرجان الأستاذ فتحي القصري وجميع القائمين على المهرجان، وشكرا لجميع المتابعين ويسعدني أن أهدي تكريم عائلتي ووطني الحبيب. الكاتبة العمانية فاطمة الحسنية، جائزة أفضل كاتبة في سلطنة عمان. سلطنة عمان الكاتبة العمانية فاطمة الحسنية. تحية لشعب العمان وأهل العمان والسادة الضيوف. أرجوكم التصوير بعد توزيع الجوائز للاحتفاء بضيوفنا من خارج البلاد. أرجوكم التصوير بعد توزيع الجوائز. الكاتب والشاعر عبد الحميد التهامي، أفضل كتاب صدر عن دار همسة للنشر. الكاتب والشاعر عبد الحميد التهامي. جائزة العمل الخيري صاحبة السعادة لرعاية مرضى السرطان نهلة الهواري. دكتورة عليا محرم، جائزة أفضل دكتورة تجميل. خبير فنان في الخبير في تركيب الشعر مختار إسماعيل.
اللي نفذت ديكور الحفل الفرعوني. تحية لMK وديكور الحفل الإعلامية التونسية صابرينا شريف ومقدمة برنامج إيجي فاشون خليجي. رنا عادل اللي نفذت درع المهرجان ده الجميل. تحية لرنا عادل. أثناء تكريم الدراما كانت لسه ما وصلتش، وهي حاصلة على جائزة النقاد عن دورها في ستهم المبدعة نانسي صلاح. فإحنا بنحييها وبنقدمها على المسرح لتكريمها علشان خاطر هي ما كانتش موجودة أثناء تكريم الدراما، وأنا بقول وقدمتها وقلت هي الصاروخ القادم إن شاء الله للفن. موهبتها كبيرة جدا تستحق كل الجوائز. تحية جائزة النقاد مسلسل ستهم للمبدعة نانسي صلاح. تعالي قولي كلمة بقى علشان تعتذري للجمهور اللي انتظرك يا ناس. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. واولا انا حابه اعتذر جدا عن التاخير، بس للاسف النور قطع ده خلاص. وعايزه اشكر كل حد صوت لي على الجايزه الحلوه دي بجد والله. يعني انا مبسوطه قوي قوي قوي، ويعني ساعات ما بعرفش اعبر، بس يعني تقريبا وشي باين، بس بجد شكرا على كل حد اداني دعمه وحبه. بقول لهم بحبكم قوي، ويا رب دايما دايما اقدر اقدم لكم كل حاجه. وعايزه اشكر كل حد وقف جنبي وكل كروس ستهم واحد واحد. الجايزه دي بهديها لهم كلهم 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 كلهم. بحبهم قوي الحمد لله رب العالمين. وميرسي جدا 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 جدا. ثانك يو بسبوسه وثانك يو لكل حد بقى. ثانك يو. ما بعرفش. شكرا شكرا يا استاذ فتحي. ثانك يو. ميرسي يا فوزي. ثانك يو. واسفه مره ثانيه بجد على التاخير. طبعا انتوا شايفين اكيد الديكور الفرعوني الجميل ده. دي شركة MK. تحية لشركة MK اللي نفذت ديكور الحفل. بسام عبد النبي التسويق الإلكتروني لمهرجان همسة.
محمود السيد محمود، المركز الثالث في الشعر. محمود السيد محمود. المركز الثالث محمود السيد محمود. تحية الشعر العامي. المركز الثالث محمود السيد محمود. المركز الثاني الشاعر محمد الجوادي. المركز الثاني الشاعر محمد الجوادي موجود. تحية للفائز بالمركز الثاني. الشاعر محمد صادق، المركز الثاني. الشاعر عبد الله العقاضي، المركز الاول في الشعر العامي. تحيه للمركز الاول الشاعر عبد الله العقاضي. الفائزين في القصة القصيرة: الكاتبة هزار فاضل الحسيني من سوريا، جائزة القصة القصيرة. هزار فاضل الحسيني من سوريا. الكاتبة ابتهال الخياط من العراق. الكاتبة ابتهال الخياط من العراق، المركز الثالث في القصة القصيرة، وتتسلمها الدكتورة آسيا. الكاتبة سيناء محمود حسان من العراق، المركز الثالث. الكاتب أحمد منصور الخويلدي من مصر، المركز الثاني في القصة القصيرة. الكاتب إبراهيم عمر محمد السمان من مصر، المركز الأول في القصة القصيرة. المركز الأول مصر، عمر محمد السمان. الفائزين في الرواية: الكاتب مصطفى السبع، تكريم خاص عن رواية خواطر إيزيس. مصطفى السبع، خواطر إيزيس. فلسطين حسن أبو زهو من فلسطين، المركز الثالث في الرواية.
الثالث في رواية فلسطين، الكاتبة فلسطين. من فلسطين، تحية لفلسطين وأهل فلسطين كلهم. من مصر المركز الثاني في الرواية هالة جاب، تحية للمركز الثاني مصر هالة جاب. الكاتبة حكيمة جمانة من الجزائر، المركز الأول. تحية للجزائر وأهل الجزائر. المركز الأول للجزائر المركز الثاني هالة جاب من مصر، والمركز الأول الجزائر حكيمة جمانة. احنا قدمنا فنانة جميلة أنا بعتز بيها وبعتز بوالدها، وهي واخدة جايزة عن المسرح إيمي طلعت زكريا، وبقدمها تاني عشان كانت متأخر. فتحية لإيمي طلعت زكريا. نعود مرة أخرى والفائزين في النص النثري: الشاعر محمد ربيع الشافعي من السعودية، المركز الثالث. محمد ربيع الشافعي من السعودية، المركز الثالث. الشاعر النثري، تحية للسعودية والمملكة العربية السعودية، محمد ربيع الشافعي، المركز الثالث. ومن السعودية إلى العراق والمركز الثاني للشاعر علي سلمان. تحية للعراق. والشاعر علي سلمان المركز الثاني، الشاعر النثري. الشاعر خالد أبو العلا، الشاعر خالد أبو العلا عبد الغني من مصر، المركز الأول. تحية لمصر. تحية لمصر والمركز الأول خالد أبو العلا. وتكريم خاص للشاعر السعودي عصام بخش. خاص للشاعر السعودي عصام بخش. الفائزين في شعر التفعيلة: الشاعر، ألف مبروك، الشاعر أحمد عبد الله من مصر، المركز الثالث. تحية للشاعر أحمد عبد الله والي من مصر، المركز الثالث. الشاعرة نشوى محمد سلامة من مصر، المركز الثاني. الشاعر أحمد عبد الله والي من مصر، المركز الثالث. والشاعرة نشوى محمد سلامة من مصر، المركز الثاني. الشاعر محمد أبو الرجال من مصر، المركز الأول. ألف مبروك للفائزين. الفائزين في الشعر العمودي: الشاعر
فريد شطاح من الجزائر جائزة القصيدة المميزة في الشعر العمودي. فريد شطاح. الشاعر فريد شطاح من الجزائر. الشاعر إبراهيم حسان من مصر المركز الثالث في الشعر العمودي. الشاعر أحمد خير من مصر المركز الثاني. الشاعر عبد الوهاب فتحي من الجزائر. الشاعر عبد الوهاب فتحي من الجزائر. والشاعرة رشا عادل من مصر المركز الأول في الشعر العمودي. المطرب الإماراتي العاشق لمصر. تكريم المطرب الإماراتي العاشق لمصر واللي قدم معزوفة حب صوته للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ. خالد السعدي. يا حلو الأسمر يا تبري سايل بين شطي الأيام دي كانت غايبة عني فيك زي الهوى أبواب وأقول موعود وأقول توبة مشيت على الأشواق. صورة تذكارية لكل الشعراء الفائزين. صورة تذكارية على خشبة المسرح لكل الشعراء الفائزين. ولسه أسرة عمل المهرجان دلوقتي هتتكرم، فبس صورة تذكارية للشعراء. هيام جيبوا النقاط لازم خد الصوت. اتفضل خش اقرا. الشعراء صورة تذكارية للشعراء. مبروك منورين مصر واهلا بيكم في مصر. والكتاب كل الفائزين الشعراء والكتاب اللي اسعدونا في مهرجان همسة على ارض مصر. انا اهو. تمام. تحية كبيرة لضيوفنا وشكرا على الصورة التذكارية. واسمحوا لي ان انا اكرم اسرة عمل المهرجان. شكرا للشعراء. شكرا للشعراء. الصور تحت لو سمحتوا عشان نكمل بقية المهرجان. الشاعرة عزة عيسى مدير ندوات مهرجان همسة.
الشاعر راسم محمد مسؤول العلاقات العامة بالمهرجان. المذيعة الدكتورة جازية الدوليمي مسؤول قناة المهرجان. الإعلامية بسمة حكيم، الإعلامي حسين أنسي، الإعلامية إسراء محمد، المصور الفوتوغرافي محمد عزقلاني، المصور الفوتوغرافي محمد عبد الناصر، المصور عمرو نبيل، المصور محمد حسيني محمد، مصور ومخرج فيديو الحفل الفنان إسلام العباسي، بولين وليد، والمصور محمد حسني محمد مصور المهرجان. تحية لأسرة المهرجان اللي تعبوا ودول اللي خلف الكواليس. صورة تذكارية لأسرة مهرجان همسة. والمخرج المنفذ خالد مرجان، المخرج المنفذ. الإعلامي أحمد حمدي، بسمة حكيم، حسين أنسي، إسراء محمد، محمد عزقلاني، محمد عبد الناصر، عمرو نبيل محمد، محمد حسيني محمد، إسلام العباسي، بسام عبد النبي، محمد حسني محمد. شكرا لأسرة مهرجان همسة، شكرا للصورة التذكارية، شكرا للصورة التذكارية، شكرا أسرة مهرجان همسة على تعبكم. اتفضلوا. ودلوقتي اسمحوا لي ان انا اقدم الجندي المجهول اللي قدم صورة مشرفة للحفل، مخرج الحفل حسام صلاح الدين. تحية لمخرج الحفل حسام صلاح الدين، نشكره على مجهوده الجندي المجهول. شكرا لضيوفنا اللي نورونا من جميع أنحاء الوطن العربي. شكرا فتحي الحصري رئيس المهرجان على اهتمامه بالفن والأدب، وهو مصر يكرمني، فأنا بشكره جدا جدا جدا. شكرا. بتقدمي الناس كلها مش سايباني اقدمك يعني. على فكره صاحبه فضل كبير جدا على المهرجان من اول دوره، وهي اللي وفرت لي المكان بتاع اول وتاني وتالت دوره. يعني عايز اقول لكم هي ليها نص المهرجان ده، ومع ذلك بقول لها احترامي دول الناس الاخر، قالت لي انا هكرم نفسي اخر واحده. متجمعين في مصر. جولين الدينامو بتاعتنا فين جولين؟ هطلع الصورة بالبتاع ده يا ميدو. ولادي فدائي هذا المهرجان، هم اللي عملوا كل الشغل اللي انتوا شايفينه ده.
مفيش اي حاجه تاني.